والصراع في المغرب نهار اللي دينا لا كوب دافريك في الدار البيضاء في وجدة شعب حبنا ونحبه. بالفيديو تصريح خطير من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أول ظهور له بعد اكتساح المنتخب المغربي للمنتخب المصري بسداسية نظيفة وإحرازه الميدالية البرونزية، ويعلن عن مفاجأة صاعقة ستهز المغاربة. شاهد ماذا قال. ولكن إذا كنت سعيد بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. بعد اكتساح المنتخب المغربي للمنتخب المصري بسداسية نظيفة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس، والتي انتهت بتتويج المنتخب المغربي بالميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ العرب، رغم الظلم الكبير الذي تعرض له منتخبنا الوطني في مباريات سابقة. فقد دخل على الخط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأدلى بتصريحات نقلتها قناة الهداف الجزائرية منذ قليل، وقال: ألف مبروك للمنتخب المغربي على الفوز الساحق على المنتخب المصري، فأنا كنت أعلم جيدا أن المنتخب المصري لن يفعل أي شيء أمام أسود الأطلس الذي أعرفه جيدا، فرغم الصراعات السياسية بيننا وبين الأشقاء المغاربة إلا أنني شجعت المنتخب المغربي من كل قلبي. فكرة القدم بعيدة كل البعد عن السياسة، فلا ننسى ماذا فعل المغاربة معنا في كأس الأمم الإفريقية 2019 عندما شجعونا في النهائي أمام المنتخب السنغالي، وتمكنا بفضل المغاربة بالتتويج بهذا اللقب القاري. والآن بدورنا شجعنا المنتخب المغربي في هذه الأولمبيات، وبذلك تمكنوا من تحقيق الميدالية البرونزية. فهنيئا للشعب المغربي ولجلالة الملك محمد السادس بهذا الإنجاز التاريخي. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.